مساء الفل يا جماعة، من يا رب تكونوا بخير ومعاكم بحلقة جديدة من لعبة اس ام سكور مانجر 2026 اللي أخيرا نزلت وياما اتكلمنا عنها. فلو ما تعرفش ايه لعبة اس ام فانت كده فايتك كتير قوي، لأن لعبة اس ام هي من أحلى الألعاب بصراحة اللي أنا بحبها، وكنت بعمل لكم جيمنج كتيرة اللي هتلاقيها في قناة الجيمنج تحت الديسكربشن. فده بقى نخش على طول على الحلقة. معاكم أشرف في قناة الكورة في شوال. تنسوش ان في كل يوم سبت حد بينزل. تعال نخش نشوف كده، واللي ما يفهمش دي لعبه ايه. دي يا جماعه لعبه على الكارير مود شبه البلاي ستيشن بالظبط، ما تختلفش اي حاجه عنه غير بس الدراع ان انت بتقعد تلعب. هنا انت مدرب فقط، تجيب لعيبه، تعمل لعيبه زي ما انتم شايفين قدامكم. ادي شبه البلاي ستيشن بالظبط يا باشا. عندك انشاء نادي، ان انت تقدر تنشئ نادي من الصفر يا معلم، وبل كمان انا شايفها بصراحة من وجهة نظري لو انت عايزها واقعية 100%، فهنا هي واقعية 100%، مش زي البلاي ستيشن اللي تلاقي هوب في الموسم دخلك 10 مليون مثلا مرة واحدة ما تعرفش هما جم منين. لا، هنا كل سحتوت يا باشا. ليه؟ هنا انت بتدان. في البلاي ستيشن مفيش ديون، هنا انت في البلاي ستيشن لحد صفر وتخلص. هنا في ديون، ولو الديون فضلت تتراكم عليك كل سنه وانت طيب هتمشي من النادي. فانا شايفه ان هنا بصراحه هي واقعيه اكتر من البلاي ستيشن. زي ما بقول لك، انت هنا برضو هي بيبقى ليك حاجات ان انت تعملها، ليك فرص ان انت تدرب منتخبات زي البلاي ستيشن، ليك ان انت تروح برضو فريق تاني. ولكن هنا انت بتنشئ نادي، هما بيجيبوا لك لعيبه مش معروفين خالص، بس مفيش اختيار، مفيش ان انت تختار الميزانيه اللي عندك. لا، الميزانيه انت لو بدات مثلا في الدوري الانجليزي فهتبدا ب 13,000، اللي هم حرفيا ما يجيبوش حد. يعني لو جبت حد كل سنه وانت طيب خلاص هتتدان. هكذا طبعا هتقول لي طب يعني انا لو بدات مثلا في الدوري الفرنسي هاخد 13,000؟ اقول لك لا، بتختلف. انت في الدرجه الكام؟ مش هتاخد طبعا انت بتبدا من الدوري الدرجه الرابعه اللي هو الناشونال كاب، اللي كان فيه نادي داجنهام طبعا بتاع مروان سري، اللي يعني قبل ما كل المشاكل دي تحصل. فانت بتبدا من الدوري الدرجه يعتبر الرابعه او الخامسه. بقى شوف، انت بتعدي على البريمير ليج والتشامبيون شيب والليج 1 والليج 2، انت بتبقى في الناشونال ليج، يعني الدوري الدرجه الخامسه في الدوري الانجليزي بتبدا منها. مفيش ان انت تختار والله العب الشامبيون شيب على طول، العب ليج 1. مفيش، انت لازم تبدا من اقل حاجه موجوده. وفي برضو الدرجه الثانيه في الدوري الالماني، الدرجة الثانية في الدوري الإيطالي، الدرجة الثالثة تقريبا في الدوري الألماني، دوري تقريبا برضو الدرجة الثالثة مش عارف في إيه، في برضو الدوري الأمريكي موجود إن أنت تخش تلعب على طول في القمة. ما عندهمش دول درجة تانية تقريبا. فبصراحة هي اللعبة حلوة. طب أنت مش عايز والله انشئ نادي؟ أنا عايز عادي يا معلم أمسك فريق، موجود طبعا عادي جدا إن أنت تمسك فريق. فكل ده هنشوفه في حلقه النهارده. طيب يا جماعه، زي ما انت شايف قدامك هي عامله شبه البلاي ستيشن بالظبط. انا طبعا انا كنت عامل فريق كده يعني ورا الحاجه. فدي عندك انشاء نادي، لو دوسنا عليها هيدخلك على طول ان انت تنشئ نادي. طيب ادي زي ما باين قدامكم يا جماعه، ادي انشاء النادي. هنا عندك طبعا اسم النادي ان انت تقدر تكتبه باي اسم. هنا برضو عندك الاسم المختصر، عندك اسم الاستاد، عندك طبعا هنا انت شوف انت عايز ايه شعار النادي عامل ازاي وتختار. هو طبعا هنا عندك الالوان بقى، شوف انت عايز تختار ايه الالوان. هنا انت عندك الشعار، عايز تختار الاسد ده، عايز تختار الطائر ده، عايز تختار الشجره. عندك كذا حاجه اهو. عندك اللون مثلا عايزه يبقى بلون ايه، برضو موجود الكلام ده كله. عايز الشعار يبقى عليه اسم ايه، لون الشعار اللي مكتوب اللي هي SMFC ده عايزه يبقى بلون ايه. فهي كل حاجه موجوده، حتى التيشيرتات اهو لو دخلنا لك عليها تقدر ان انت تصمم التيشيرت الاول. تشوف انت عايز والله هو معمول ازاي، مثلا عايز الاساسي احمر والتاني ابيض، فاهو يبقى كده. الشورت عايز لونه ايه مثلا يبقى لونه اصفر، الشراب لونه ايه. كل الكلام ده عندك ان انت تعمله، وهكذا طبعا في الطقم التاني. فده لو انت عايز تنشئ نادي. طب انا والله مش عايز انشئ نادي، لا انا عايز ابدا يا باشا. تقوم دايس على الوضعيه الوظيفه ان هي ايه، تروح تمسك لك نادي. طبعا انت عندك حسب القارات، ان انت خلي بالك من الحته دي. لو مسكت من قاره مثلا اسيا فانت مش هيجي لك عروض من الدوري الاوروبي او من الدوري
اللي هي الامريكا. لو انت رحت مسكت في امريكا هكذا مش هيجي لك عروض غير من امريكا. يعني انت لو رحت مسكت في مثلا الدوري البرازيلي فهيجي لك كل الحاجات اللي جنبها، مش هيجي لك حاجه من الدوري الانجليزي. هكذا لو مسكت حاجه من الدوري الانجليزي هيجي لك في كل البلاد اللي محطوطه، اللي هو الانجليزي والاسباني والايطالي والالماني والفرنسي بقى والهولندي والبرتغالي والروسي والاسكتلندي وتركيا. كل الحاجات اللي زي ما بقول لك اللي موجوده عندك فوق، مش هيجي لك اي حاجه من امريكا او من اسيا. طب هتقول لي والله ماشي، بس انا عايز ابدا من الدرجه الرابعه مثلا. فهل في الدرجه الرابعه زي ما انت بتشوف اهو، عندك البريمير ليج بكل الفرق بتاعته. مش عايز البريمير ليج، عندك سوري انا جبت الشامبيون، اللي احنا عايزين الشامبيون شيب. ادي عندك كل الفرق اللي بتلعب في الشامبيون شيب. طب انا مش عايز الشامبيون شيب، انا عايز كمان تحت اكتر. موجود يا معلم دوري الدرجه الثالثه اللي هو الليج 1. طب مش عايز كمان، عايز ابدا من تحت خالص، موجود الليج 2. عايز تبدا من الاقل بقى اللي هو الدرجه الخامسه اللي ما يعني مفيش اقل من كده. هنا هو الناشونال كاب كل الفرق موجوده. هكذا في كل الدوريات. مثلا لو رحنا الدوري الروماني فانت هتلاقي فرق الدوري الروماني موجوده. لو رحنا النرويج فرق كلها موجوده. الدنمارك ادي الفرق بتاعتها كلها. سويسرا كل الفرق. ولكن طبعا ما فيش الدوري الدرجه الثانيه والكلام ده. ولكن في تركيا مثلا في والله دوري الدرجه الثانيه، ودي حاجه جديده بالنسبه لي، انا اول مره اخد بالي منها بصراحه. في الدوري الاسكتلندي هكذا برضو. في دوري ده في 3 تقريبا في الدوري الاسكتلندي. فصدقني هتنبهر جدا باللعبه لما انت تقعد تلعب بيها. هي ممكن في الاول بس ما تتفهمش وتبقى صعبه، ولكن فهمتها ولعبتها هتستمتع جدا جدا جدا. فتعالى بقى نسيبك من الكلام ده كله ونطلع كده وادخلك بقى في اللعبه من جوه يا معلم وتشوف. ده طبعا فريق ماشي، هتلاقي ان انا لاعب فيه ماتشات كتير والكلام ده كله، ولكن مثلا داخل اوريك الحاجه بتتعمل ازاي والكلام ده كله. ده فريق انا عامله كنت تقريبا مسميه، والله ما فاكر مسميه ايه، تالاند سيتي تقريبا، ولا والله ما فاكر مسميه ايه حرفيا يعني. بس هتلاقيني مسميه اسم متخلف يعني. عادة ما بسميش اسماء كويسة يعني. ممكن تسميه اصلا اكون مسميه في الشوال ولا حاجة او كفتاجية. والله كنت مرة عامل باسم الكفتاجية. مش عارف هل هي اللي هتبقى موجودة باسم الكفتاجية دي، ولا انا عملت واحدة تانية مش عارف باسم مين النادي. لا النادي باسم تالاند سيتي يا جماعة تقريبا صح. هي الحاجة بس اتغيرت شوية عن اخر مرة انا دخلت. على فكرة في تحديث جديد نزل تقريبا. ادي هنا يا جماعه. دي لا مش مع لا معلش انا المتخلف معلش. دخلنا ده البطوله وديه، فعشان كده انا قلت مال الدوري مختلف قوي كده ليه. هنا بيجي لك الدوري اللي انت فيه. دي طبعا احنا باسم تالاند سيتي. ده بطوله ده وديه كده داخلين فيها. هنا طبعا بيجيب لك سوق الانتقالات اللي حصلت عندك. اول مثلا ديجو كوستا راح من بورتو ل سبورتنج لشبونه ب 38 مليون. وهكذا بقى كل اللعيبه اللي موجوده اهو قدامك اللي راحوا. طيب انا عايز اجيب صفقات، اجيبها منين؟ لو انت على لاب زيي فانت هتلاقي كل حاجه موجوده قدامك. طب لو انت مش على لاب وعلى موبايل فهتلاقي فوق هنا كده 3 شرط تدوس عليهم يا باشا، هيطلع لك كل القايمه دي. يا اما لو مش عارف هتلاقي عندك قايمه تحت كده فيها الانتقالات اللي زي دي بالظبط، تدوس عليها وهتلاقي شايف بقى. بص شايف الحاجات اللي مكتوبه هنا دي اللي هو بحث متقدم وبحث والكلام ده كله، هتلاقيه موجود عندك بس في مربع كده هنا عندك جنب ده بالظبط. فهتبقى اسهل على فكره حتى من هنا. طيب ايه هو البحث المقدم؟ البحث المقدم ده اللي هو بحث مفصل يعني اول حاجه عندك انت عايز مركزه ايه. خلصت من المركز مثلا قلت مثلا انا عايزه مهاجم. طيب مهاجم عايزه مهاجم ايه مثلا، او ايه المكان بقى على حسب المكان طبعا اللي انت مختاره. فانت اخترت مهاجم فعايزه ايه، ان هو يبقى عام امام، ولا اللي هو ينزل يسقط، ولا عايزه ان هو يبقى بيفتح لعب، عايزه يبقى شخص هدف اللي هو يعني ما بيهزرش قدام الجون. طب لو صانع العاب عايزه يبقى شادو سترايكر، ولا ان هو يبقى لا نمرة 10 صرف.
كل ده موجود. طيب السمات بتاعته مثلا ايه السمات اللي موجوده؟ شفت انا دوست فين؟ خلي بالك من الحته دي، ان السمات انت هتخش تلاقيها فاضيه، تقول ايه ده السمات فين؟ لا انت اللي بتضيف السمات. فبتقوم دايس هنا كده على الاضافات، تشوف بقى انت عايز ايه. والله عايزه مدافع فتقوم دايس مدافع، عايزه يكون بيلعب ركلات حره فتدوس عليها. طب هل اقدر اكتر من كذا حاجه؟ اقدر عادي اهو، زي ما انت شايف الحاجه تتحدد قدامك. اكتر حاجه هي 5 حاجات، ما تقدرش تعمل اكتر من كده، هو اخرك 5 فقط في الجسدي والبدني، في كله في ال3 اخرك 5. فانت مثلا عايز واحد يبقى مصدر ضربات جزاء، تيجي مثلا الجسدي والبدني فانت عايزه يبقى قوي. طيب بالنسبه للعقليه فانا عايزه يبقى مثلا يبقى ايه لاعب تركيز قوي. طيب انا خلصت. شوف بقى انت عايزه بنسبه كام في الميه مثلا، يعني انت عايزه يكون ان هو ايه ماشي لحد 100% بيعرف. طب ضربات الجزاء عايزه مثلا يكون والله مش حاجه مهمه بالنسبه لي فممكن يبقى بنسبه 70. القوه عنده لا حاجه مهمه بالنسبه لي فعايزه يبقى 80 مثلا. التركيز برده حاجه مهمه بالنسبه لي فممكن اخليه 75. فاقوم دايس سيرش فيجيب لك سيرش عن اللعيبه اللي انت بتبحث عنها في الحاجات دي. طب والله انا عايز حاجات اكتر مثلا، ادي عندك العمر. شوف بقى انت عايز العمر قد ايه، عايز تنقص عايز تزود براحتك. عايز القيمه بتاعته قيمه قد ايه مثلا. انا في نادي فقير فلحد 10 مليون مثلا اقصى حاجه انا اقدر اعملها، فتقوم حاطط لحد 10 مليون. عايز مثلا دي انتهاء الصلاحيه. تقول يعني ايه انتهاء الصلاحيه؟ اقول لك زي الاكل اللي احنا بنجيبه، احنا هنبسطها لك ان هو ايه فاضل له 12 شهر ويمشي، يعني فاضل له اقل، يعني فاضل له نص سنه في عقده ويمشي. طب هل هنا في حكايه ان ال6 شهور اقدر اتفاوض مع اللاعب على طول؟ لا للاسف، في ان انت تخش تدفع ولكن رقم ضئيل جدا زي البلاي ستيشن مثلا اللي يبقى فاضل خلاص سنه في عقده وتروح ممكن تدفع نفس قيمته الجزاء نفس القيمه بتاعته. لا انت هنا لو فاضل له 12 شهر فانت هتلاقي ان قيمته قلت النص يمكن. يعني لو دخلنا عملنا كده فاوسيمان اهو قدامك مثلا، اوسيمان ب 38 مليون لو دخلنا احنا نتفاوض معاه بيقول لك اقل سعر تقدر تقدمه 18 مليون، يعني تقدر مثلا تجيبه في رينج ال 25 او تخلص حتى معاه بنفس سعره. اعتقد انها هتبقى حاجه كويسه، مش تبقى حاجه وحشه بالنسبه لك حتى لو انت خلصت اوسيمان 38 مليون، فاهمني؟ فهو بيحاول ان انت يطلع لك كل موسم تقدر تروح تعمل ده طبعا. بعد كده عندك حاله اللاعب ان هو مثلا لو فريق حاطط لاعب على الاعاره فتدوس على الاعاره تروح تشوف مين اللعيبه. لا عايزين يبيعوهم نهائي تقدر تروح تشوف مين اللي مع اللاعب اللي ما عندوش فرقه اللي هو وكيل حر، برضه تقدر تروح تشوف. بعد كده عندك ايه؟ عندك البلد ايه اللي هي الدوري اللي انت عايز تجيبه منه. مثلا انا عايز اجيب حد من الدوري الانجليزي، تمام. طب ايه ده انا خلصت فين؟ انا عايزه من البريمير ليج، تلاقيها تحتها على طول عندك بريمير ليج اهو، تشامبيونشيب، ليج 1، ليج 2، ناشونال ليج، تختار اللي انت عايزه. بعد كده عندك الجنسيه، مثلا انا عايزه انجليزي بس مثلا، او مش لازم مش شرط ان انت تحط دوري، يعني انت ممكن تحط حاجه واحده بس انا عايز لاعب كندي، يعني فاهم؟ يعني انت مش ملهاش عدد معين ان انت تعمل بحث، انت ممكن تعمل بحث عن حاجه واحده. يعني انا مثلا لعيبه كاميرونيه فقط لا غير هيعمل بحث عادي، يعني لان في العاب بيقول لك لا لازم 3 4 حاجات تحطهم في البحث والكلام ده، لا هنا مفيش الكلام ده. نيجي لاهم حته وهي حته مهتم. تقول لي يعني ايه مهتم ده؟ مهتم ده ان هو انت ما تبقاش مثلا فريق زي كده في الدرجه الخامسه واقوم دايس سيرش مثلا الاقي هاري كين، الله هاري كين، ما مش هيجي لك، فاهمني؟ انما دوست مهتم فهيجي لك اللعيبه اللي هي عادي بالنسبه لها ان هي تجي لك. فهتلاقي برضه هتلاقي لعيبه كويسه اهو قدامك. عندك مثلا متروفيتش، تريزيجيه، امازون ده ولا مين، ازمون، ولويس ماكسيميوني، عمر خريبين، الكلام ده كله، وامام عاشور. فهتلاقي دول اللعيبه اللي عادي ان هم يجوا لك عشان ما تخشش تتفاوض مع الناس وهم اصلا في الاخر ما تقدرش ان انت تتفاوض على عقد لان هم مش عايزين يجوا لك. حاجه تانية خلي بالك ان انت دايما في كل مناقشه عقد انت بتدفع حاجه من الكوينات اللي فوق عندك. الكوينات دي لو خلصت كل سنه وانت طيب مش هتخش تقدر تجيب ولا صفقه. طب هل تجديد اللعيبه بيبقى ليه كوينات؟ لا، تجديد اللعيبه اللي عندك في الفرقه ما بيبقاش ليه كوينات، او حتى اللعيبه الفري ايجنت. استنى برضو وانا معاك نتاكد من الحته دي
عشان مش متاكد منها قوي. اعتقد الوكيل الحر عادي ان انت تقدر تخش تخلص معاه من غير ما تدفع كوينات، صح؟ اهو هندوس طبعا برضو ايه، انتوا شايفين قدامكم انا ازاي بخش اتفاوض مع اللاعب اهو قدامكم. مثلا من هنا ان انتوا تختاروا انتوا عايزينه كام سنه، 5 سنين 4 سنين سنتين 3 كده. من هنا برضو دور اللاعب هيلعب معاكم ايه، لاعب احتياطي ولا اساسي ولا ايه بالظبط. هنا بيقول لك ده الراتب اللي هو عايزه، تقدر تقلل فيه تقدر تنقص فيه. هنا طبعا بتبقى الرضا اللاعب، يعني انت مثلا عرضت له تعالى مثلا نقول ايه 19 مثلا، فقمت انا عارض له 19، لا هتلاقي هنا بص ان هو غضبان بيقول لك وان هو مش عايز يعمل بالعقد ده. تلاقي ان هي ايه مش خضرة عنده. اول ما تبقى خضرة هتقول لي يعني انا اقعد اكتب وكده، لا مش هتتجاب، فاهمني؟ يعني بص اهو مثلا 30 بقى اللي هو ايه ماشي يا عم. مثلا 50 بص اخضر اللي هو ايوه عايز انا 37 واحد مديني 50 فيلا مغفل عايز امضي. حلو. فاهو زي ما انت شفت كل حاجه قدامك. فده بالنسبه للعيبه الفري ايجنت. بالنسبه للعيبه مثلا ان انت تروح تجيبها، فهتقوم دايس على جعل نقل الاسعار، هيجي لك هنا اقل سعر تقدر تقدمه اللي هو بسبعه مثلا 200. تقدر بقى تقدم من اول مثلا ايه 8. انا طب ليه اتعمل ليميت لي حمراء؟ عشان انت معكش فلوس. اول ما يبقى عندك حمراء كده يبقى انت ما عندكش فلوس، ودي بيقول لك ان انت ايه هيتاخد منك 3 كوينات. هتقول لي انا كل ما اخش او كل ما ابعت 3 كوينات؟ اقول لك لا، انت ليك اصلا 3 مرات تبعت عروض في المره الواحده. يعني في الدخله اللي انا دخلتها دي انت ليك 3 مرات. تقول لي هل في ال3 مرات كل مره ياخد 3؟ اقول لك لا، بس انت خلصت ال3 محاولات واللاعب ما جاش، ساعتها في المره الجديده هيبقى برضو عندك 3 مرات هتدفع عليهم 3 كوينات. وخلي بالك ان انت ما تخلصش هنا مع اللاعب وتقول لي بس انا تمام اللاعب ما جاليش، لا انت كده تفاوضت مع النادي. يعني انت كده بعت بس للنادي ان انا عايز اللاعب ده بكذا. فين بقى ان انت تخش تبعت للاعب؟ هتقوم جاي كده هتلاقي يا اما انت هتخش على طول يا اما هتلاقيها عندك في صندوق الواردات. هيبقى عندك طبعا بدل ايه الحاجات دي تلاقي عندك اول حاجه هو تقوم داخل تتفاوض معاه العقد. وانت بتتفاوض معاه العقد هيبقى كأنك بتتفاوض مع لاعب فري ايجنت زي ما كان ظاهر قدامك دلوقتي. وهوريك برضو اهو هيبقى ظاهر قدامك ايه القايمه دي. لما انت كده يبقى ايه كده يبقى اللاعب هيجي لك اول ما تتمم الاتفاق معاه. يعني ايه اول ما تتمم الاتفاق معاه؟ يعني اول ما انت خلصت وقال لك ان تمام اللاعب موافق انه يجي لك وما اتعملش غلط. زي بص كده انا هطلع دلوقتي اهو بص في غلط حصلت، يبقى كده اللاعب ما جاش. اول ما تبقى مكان الغلط دي صح يبقى انت كده جبت اللاعب رسميا عندك. في غلط يبقى انت كده هتبدا من اللي عملته كله من اول وجديد، تبدا تاني تخش تفاوض النادي، ثم بعد كده تبدا تفاوض اللاعب تاني وترجع تعمل اللي انت عملته ده كله تاني. ده بالنسبه للصفقات اللي تجيبها. طب انا عايز اجيب صفقات اعاره، فتمام خلينا دلوقتي في الايه دول المرشحين عندك برضه يا جماعه. ان انت ايه اول ما تدوس بحث مثلا واللاعب ده عجبني تقوم دايس عليه ويجي عندك اول حاجه اضافه للمختصره تدوس عليها تتنور اخضر كده وتقوم دايس للمرشحين هتلاقي اللاعب ده عندك اهو موجود. تمام احنا بس نشيله عشان مش عايز اللاعب ده. فدول اللعيبه والله اللي انا حطيتهم مثلا في اياد العسقلاني عايز اجيبه اعاره تقوم دايس هنا طلعت لك كده. يبقى اللاعب او النادي مش عايزين يجوا او هو مش حابب ان هو يطلع اعاره. يا رب الاقي حد بس حتى يكون راضي ان هو يجي اعاره بس عشان اوريكم ازاي بتبقى تمام موجوده. طيب ماشي مش مهم، احنا عايزين اي لاعب حتى في الدوري الانجليزي كده نشوف اي لاعب على الاعاره. مش لازمني حتى ايه يعني لاعب يكون واو، انا بس عايز اوريكم بتبقى عامله ازاي. لا برضه ماشي. طيب ننزل تحت ورينا لاعب معفن مش مهم. لا برضه ايه النيله دي ليستر سيتي. طيب برضه لا. طيب بصوا يا جماعه انا بدات اعرف منين ان هو ليس لدي. طيب خلاص يا باشا شكرا ليس لدي، يبقى خلاص كده هو مش هيجي لك. ده مثلا ليس لدي. هو في ايه يا جماعه؟ انا مش في الدوري الانجليزي ولا انا مش في الدوري؟ لا انا مش في الدوري الانجليزي يا جماعه صح. خلي بالك برضه ان الحته دي بتفرق. انا عشان واخد ان انا دايما بعمل في الدوري الانجليزي فهتلاقيني على طول ان انا ايه رايح للدوري الانجليزي. بس انا اصلا مش من الدوري الانجليزي، انا عامل الفريق بتاعي من المانيا. فانت تروح تعلم على المانيا ساعتها هتلاقي ان عادي يوافقين ان هم يجوا لك او كده.
اللاعب هيجي لك من هنا بقى تقدر تشوف انت عايز تيجي معاه قد ايه. قال بيقول لك لحد 11 اللي هو يجي معاك 6 شهور ويمشي، ولا يبقى معاك سنه، ولا يبقى معاك سنتين. شوف بقى براحتك انت عايز قد ايه. من هنا عملت كده. ده شرط جزائي الزامي، مفيش ان انت تختار ولا لا، في قصدي سوري، في اخر الموسم هيجي لك ان انت يا اما تختار يا اما ترفض اللاعب اللي عندك. فده انت هتدفع عليه 600. هو اصلا قيمته كام؟ تعال نرجع كده. هو قيمته 800 تقريبا، فانت هتدفع 600 صح. اهو ده لاعب 800 قيمته 600. يقول لك برضو هنا دور اللاعب هيبقى معاك ايه. بس خلصت يا باشا واللاعب تمام، هتقوم دايس هنا استعراض الاعاره. بس كده انت وديت الاعاره، ومش لازم ان النادي يقبل الاعاره، في انديه بترفض للاسف الاعاره. فبس دي اهو. فزي ما بقول لك حكايه ان انت منين وتروح تجيب اللاعب من الدوري ده، دي هتفرق جدا. انت شفته قدامك انا مش من الدوري الانجليزي، فكل ما ادخل على اي لاعب من الدوري الانجليزي مبقاش حابب ان هو يجي لي اعاره. انما على العكس لما دخلت على الدوري الالماني، اهو اول لاعب يا باشا دخلت عليه وقلت له تيجي لي اعاره، قال لك تمام ما عنديش مشكله واقدر ان انا اتفاوض معاك. فدي كانت بالنسبه لكل الانتقالات اللي انت عايز. طيب بالنسبه للفريق بتاعي انت هتلاقي اهو اول ما تفتح ده الفريق، طبعا باختلاف الاسماء وباختلاف الحاجات دي طبعا تقييم اللعيبه دلوقتي اللي عندك، وده في المستقبل هم هيبقوا ايه. وهنا طبعا العمر، وهنا القيمة بتاعتهم، وهنا والله هم ايه اخبارهم صحتهم البدنية، هنا هم سعداء ولا مش سعداء والكلام ده كله. هنا عندك فريق احتياطي اللي هو الفريق التاني اللي عندك، وهنا اللعيبة اللي انت مطلعهم اعارة مش مطلع طبعا اعارات من عندي. هتقول لي طيب انا ازاي بقى اعرف اللعيبة اللي هم هينتهي عقودهم والكلام ده؟ اقول لك اهو. انا بس مش ظاهرة عندي علشان انا بسجل سكرين، ولكن اهي يعني انا بحاول ان انا اعمل لك والله من الماوس، مش عارف انت شايفها ولا لا. بس انت الحته دي هتدوس عليها هتلاقي قائمه كبيره نزلت لك، هتلاقي احصائيات والعقد. تدوس على العقد هتلاقي في الاخر خالص عندك سنتين يا اما 18 شهر. اي حد موجود عليه شهور تجدد له بسرعه لانه كده هينتهي عقده. دي بالنسبه للعيبه اللي موجوده عندك. طيب ازاي اضيفهم على قائمه البيع او الاعاره؟ هتدوس على نفس التطبيقات. هنا عندك لو انت عايز تمشي اللاعب خالص يبقى وكيل حر، هنا عرض جديد ان انت تناقش له، هنا موجود ان انت تطلعه اعاره، وهنا موجود ان انت تبيعه خالص، وهنا ان انت بقى خلاص ايه توديه للفريق الرديف. هنا طبعا عندك برضو قوته اهو والعمر، وهو فاضل عنده كام شهر، هو لسه قدامه عامين مثلا اللاعب ده. فتمام قوي قوي. جاكوبسون ده مثلا فاضل له برضو 3 سنين. ما اعتقدش ان هلاقي حد هنا بينتهي عقده، لانها تقريبا بجدد عقود اللعيبه سنه بسنتها. يعني ممكن نشوف دانتي او مثلا دانتي ده 12 شهر فاضل له، قوم داخل على طول. هو مش عايز يجدد عقده، بيقول لي اصلا هو اللاعب سوف يعتزل اهو زي ما انت شايف قدامك تحت، اللاعب سوف يعتزل. فتمام مش تقدر انت تخش تتفاوض معاه. طيب لو قلنا حد تاني مثلا ده لسه له 4 سنين لسه مجدد معاه، فبس هتلاقي كده زي ما انت شايف ال 12 شهر دي تخش تجدد معاه. لو هو اللاعب تمام والله سعيد معاك هيجدد، مش سعيد معاك مش هيجدد. فبس كده دي كانت بالنسبه للحاجات. ايه تاني مثلا؟ هنا انت هتلاقي عندك اللي هي اسمها ايه الشهر، يعني الشهر انت هتلعب قد ايه، وادي اهي الماتشات اللي هتلعبها. تروح كده ترجع الشهر، تروح كده الشهر اللي بعديه، وهكذا قدامك قايمه كلها. ايه تاني تحتيها؟ ده المدير الفني مثلا لو انت عايز تظبط حاجات في المدير الفني بتاعك. من هنا لو انت عايز بقى تخليه جنسيته ايه وتلبسه وتروق على حاله كده، اهو منين هتلاقي اللي هي علامه القلم دي. من ساعتها تعمل كل حاجه. عندك برضو مجلس الاداره، لو دخلت عليه هيجي لك مجلس الاداره والحاجات اللي هم عايزينها منك، والمجلس الاداره واثق فيك قد ايه، وثقه الجمهور والكلام ده كله. بالنسبه للماليه برضو هتلاقيها موجوده. السجلات بقى ان انت مثلا ايه انت افضل عدد جمهور، افضل رقم قياسي للفوز، اقصى خساره، افضل واحد وقعت معاك بكام، اعلى لاعب طلع من عندك بكام، والحاجات دي كلها كأنك بتلعب بشكل اساسي. هنا طبعا برضو موجود جدول الدوري، وعندك كل حاجه. اعتقد ان انا فنطت لكم كل حاجه موجوده، فاكتبوني لو عايزين بقى اوريلكم الخوارزميات. يعني لو انت بتبدا فعلا مهنه مدرب جديده وواحده واحده تعمل ايه، وكل ده هينزل لكم يا جماعه. طبعا
ان شاء الله لو بتتابعنا على قناه الجيمنج بشكل اكتر زي ما بقول لكم تحت في الوصف، احنا بننزل على اللعبه دي كتير، وممكن تتابعني كمان على التيك توك وعلى كل مواقع بتاعتنا اللي تحت في الوصف، لان دايما بنطلع لايفات نقعد نلعب مع الناس اوقات على التيك توك. بصراحه مش هقول لك دايما بطلع لايف وبلعب معاكم. فبس كده، اللي عنده اسئله يسيبها في الكومنتات، هطلع ارد عليك بفيديو، يا اما ارد عليك في الكومنتات لو هي حاجه اقدر اشرحها لك في الكومنتات هشرحها. نجمع كده شويه اسئله يبقوا حلوين، نطلع الفيديو اللي جاي على طول نقولهم لك. اشوفكم فيديو جديد، يا رب يكون يومكم سعيد، ويا رب نكون سعيدنا عليكم اللعبه اللي يا رب تعجبكم. يلا سلام.